في يوم من شهر يوليو سنة 2012 في عاملة نظافة كانت بتنظف السلم بتاع فندق صغير موجود في الصين، ولاحظت حاجة غريبة جدا هتخليها تكلم الشرطة لما يوصلوا للفندق هيبقوا فاكرين إن اللي حصل في الغرفة 306 دي جريمة عادية. ما كانوش يعرفوا إن اللي حصل في الغرفة دي هيكون سبب في حل لغز 3 جرائم قتل تانيين. يا ترى إيه اللي حصل في الغرفة 306؟ وإزاي الشرطة هيقدروا إنهم يقبضوا على المجرم ويربطوه بجرائم قتل تانية؟ ده اللي هنعرفه من أحداث قصتنا. يوم 3 يوليو سنة 2012 تحديدا الساعة 10 مساء، في واحدة كانت بتنظف السلم بتاع فندق صغير اسمه تشانج لونج موجود في مدينة شانتو في الصين. ولما الست دي كانت بتنظف السلم الموجود في الطابق الثالث لاحظت ان في بقعة دم صغيرة موجودة على الدرجات بتاعت السلم، وكان واضح ان الدم ده لسه جديد. الست دي افتكرت انها شافت واحد كان داخل الفندق وكان شايل معاه شنطة، وبدأت تسأل نفسها هو ممكن الراجل والشنطة دول يكون ليهم علاقة بالدم اللي موجود على السلم؟ الست كملت شغلها كالعادة من غير ما تفكر في أي حاجة تانية لحد لما وصلت عند الغرفة رقم 306، واللي كان واضح إن الغرفة دي مترتبة كويس والأرضية كمان كانت متنضفة كويس جدا. الست كانت مستغربة شوية من ترتيب الأوضة لأن كأن مفيش حد أصلا كان ساكن هنا، بس قبل ما تخرج من الأوضة لاحظت إن في شنطة كانت موجودة في الكورنر بتاع الأوضة، والشنطة دي كانت مفتوحة شوية. الفضول أخد الست دي إنها تفتح الشنطة عشان تشوف إيه اللي جواها، وأول لما فتحت الشنطة شافت منظر مرعب خلاها تهرب بسرعة من الأوضة وتكلم الشرطة وصلوا بسرعة للفندق ولقوا الشنطة دي كان فيها راس مقطوعة لواحدة ست، وواضح إن الراس دي كانت مقطوعة من مدة قليلة. الطب الشرعي هو كمان وصل بسرعة لمسرح الجريمة عشان يدوروا على أي دليل يساعدهم في إنهم يوصلوا للمجرم. المعلومات اللي أفراد الشرطة والطب الشرعي قدر يوصل لها إن الراس دي تخص واحدة عمرها من 30 ل 35 سنة، شعرها كان طويل وجسمها صغير. لقوا كمان حبل لونه أحمر كان موجود جنب الضحية، واللي بيوضح إنها تعرضت للخنق لحد لما ماتت، وبعد كده المجرم فصل راسها عن جسمها. الطب الشرعي كمان قدر يكتشف إن في آثار لدم موجود في الحمام بتاع الأوضة، بس كل الدم الموجود في مسرح الجريمة كان يخص الضحية. لاحظوا كمان إن المجرم كان منظف الأوضة دي كويس جدا، والدليل الوحيد اللي الشرطة وصلوا له في اليوم ده كان بصمة جزئية كانت موجودة على مرتبة السرير، بس للأسف البصمة دي ما كانتش كاملة، عشان كده الشرطة ما قدروش إنهم يحددوا هوية المجرم من خلالها. الشرطة لقوا كمان شنطة صغيرة لونها بينك وكان فيها أدوات تجميل نسائية ومقص وعلبة كاندي وديسك توب من اللي كانوا بيستخدموه زمان في شحن الموبايل. ورغم كل الحاجات اللي لقوها في الأوضة إلا إن الشرطة ما كانش عندهم أي دليل يوصلهم للمجرم ولا حتى يعرفهم على الضحية اللي معاهم. الشرطة حددوا إن المشتبه فيه هو راجل قوي وممكن يكون عنده سجل إجرامي، لأن الراجل ده كان عنده مهارة عالية جدا في تقطيع الجثث، وخلتهم يفكروا إنه ممكن يكون جزار محترف أو دكتور ومتعود على تشريح الجثث. ولو هو مش حاجة من الحاجتين دول يبقى السيناريو الأسوأ اللي مع الشرطة إن المجرم اللي بيدوروا عليه ده مش أول مرة يرتكب الجريمة دي. الشرطة بدأوا يتكلموا مع كل الناس اللي شغالين في الفندق عشان ياخدوا منهم أي معلومات متاحة عن الشخص اللي كان ساكن في الغرفة رقم 306، بس للأسف الفندق ده كان شغال بشكل غير قانوني وما كانش بياخد من النزلاء أو الناس اللي بيجوا يسكنوا فيه أي بيانات شخصية. هم يدوب يدخلوا يدفعوا وياخدوا الأوضة بتاعتهم ويدخلوا فيها. الحاجة الوحيدة اللي الاستاف بتاع الفندق كان عارفها إن الغرفة رقم 306 دي كانت متأجرة من راجل أبيض عنده حوالي 30 سنة وكان لابس قميص لونه أبيض. الشرطة قرروا إنهم يراجعوا كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة على أمل إنهم يتعرفوا على المجرم أو حتى يتعرفوا على الضحية اللي معاهم. الحاجة الغريبة إن معظم كاميرات المراقبة اللي موجودة في الفندق في اليوم ده اتعطلت وما كانش فيه غير لقطات قليلة جدا، بس من حسن الحظ إن واحدة من اللقطات دي هتجيب الراجل اللي كان مأجر الغرفة رقم 306. التسجيلات وضحت إن في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة تحديدا الساعة 5:14 مساء في واحد ظهر في كاميرات المراقبة وكان لابس قميص لونه أبيض وماشي في الممر بتاع الطابق الثالث وهو شايل شنطة لونها أسود. الموظفة بتاعت الفندق أكدت للشرطة إن ده الراجل اللي كان موجود في الغرفة رقم 306 وإنه دخل الفندق في اليوم ده الساعة 3 العصر. ولما الشرطة سألوها عن الضحية ودخلت الفندق إمتى وإزاي
الموظفة قالت إنها ما تعرفش الضحية دخلت إمتى بالظبط لأنها ما كانتش واخدة بالها، وحتى الشرطة لما دوروا في لقطات المراقبة بتاعة الفندق لقوا إن الضحية مش ظاهرة في أي لقطة فيهم. وبما إن السلم بتاع الدور الثالث كان عليه بقايا دم والشرطة اكتشفوا راس الضحية في الغرفة رقم 306، فالشرطة افترضوا إن الراجل اللي ظهر في لقطات المراقبة ده هو اللي قتل الضحية. وبالنسبة للشنطة اللي كان شايلها في لقطات المراقبة فكان شايل فيها بقايا الجثة عشان يتخلص منها. الشرطة طلبوا من الموظفة بتاعة الفندق إنها تقول لهم على الوصف بتاع الشخص ده بشكل دقيق بحيث يحاولوا يرسموا صورة تقريبية ليه. الموظفة بتاعة الفندق قالت لهم إن الراجل ده كان طوله حوالي 170 سنتي وجسمه متوسط وشعره خفيف. قالت كمان إنه لما خرج من الفندق شافته وهو بيركب دراجة نارية لونها أحمر، معنى كده إن المجرم ده مش عايش على مسافة بعيدة عن الفندق لأن الدراجة النارية دي ما بتقدرش إنها تسافر لمسافات طويلة. الشرطة رجعوا من تاني يدوروا في كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة على أمل إنهم يشوفوه وهو بيهرب من مسرح الجريمة، بس للأسف الشرطة اكتشفوا إن معظم كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة كانت مش شغالة، وحتى الكاميرات اللي شغالة جودتها كانت قليلة جدا، عشان كده ما قدروش يوصلوا لأي دليل من خلال كاميرات المراقبة اللي موجودة. الشرطة كمان بدأوا يتكلموا مع باقي النزلاء اللي كانوا موجودين في الفندق عشان لو حد منهم شاف الضحية ويقول لهم على الوصف بتاعها. وفعلا في واحد كان موجود في الغرفة اللي جنب 306 وقال للشرطة انه سمع صوت واحدة بتصرخ حوالي الساعة 4:30 مساء في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة. ورغم ان المعلومة تبان انها مش مهمة كفاية إلا إنها على الأقل عرفت الشرطة الوقت اللي الضحية كانت موجودة فيه في الفندق. الشرطة اكتشفوا إن الساعة 3:50 مساء الراجل اللي لابس قميص أبيض ده ظهر قدام الفندق وهو واقف لوحده عند المنطقة بتاعت السوق، وكان واضح إنه مستني حد هناك. وفعلا بعد 5 دقايق ظهرت واحدة كانت لابسة تيشيرت أحمر وكانت ماشية معاه بإرادتها، وواضح إن الاتنين كانوا يعرفوا بعض كويس جدا. ورغم إن الجودة بتاعت الكاميرات ما كانتش أحسن حاجة إلا إن الشرطة عرفوا يحددوا إن الست اللي ماشية معاه دي هي نفس ملامح الضحية اللي لقوا راسها في الغرفة 306. الشرطة بيقولوا إن البنت دخلت معاه للفندق الساعة 4 مساء، والشاهد بيقول إنه سمع صوت بنت بتصرخ الساعة 4:30 مساء، معنى كده إن الجريمة حصلت بعد نص ساعة بس من دخولهم للفندق مع بعض. يعني هو كان مخطط وكان عامل حسابه على كل حاجة وكان مجهز للجريمة اللي هيرتكبها. الساعة 5:14 مساء، يعني بعد ارتكابه للجريمة بأقل من ساعة، المشتبه فيه ظهر في كاميرات المراقبة وهو خارج من الفندق للمرة الأولى. وحوالي الساعة 8:50 مساء ظهر على الدراجة النارية بتاعته وهو راجع للفندق مرة تانية وكان معاه حقيبة لونها أسود. ورغم إن الشرطة كان معاهم صور للمشتبه فيه وللضحية اللي معاهم، إلا إن الصور دي ما كانتش كافية للشرطة عشان يحددوا هوية أي حد منهم. عشان كده الشرطة نشروا الصور دي في كل مكان عشان لو أي حد اتعرف على أصحاب الصور دي يتواصل معاهم. الشرطة كمان بدأوا يدوروا في سجلات البنات اللي تبلغ إنها مفقودة على أمل إن حد من أهل الضحية يكون مبلغ بفقدانها. تاني يوم لما الشرطة كانوا بيدوروا في السجلات اللي عندهم لقوا إن في جريمة مشابهة للجريمة دي بالظبط حصلت من 6 شهور تقريبا. الجريمة دي حصلت في منطقة اسمها جونج تشانج لما الشرطة اكتشفوا جثة الواحدة من غير راس يوم 4 ديسمبر سنة 2011، والجثة دي كانت مرمية في النهر. الطب الشرعي وقتها حددوا ان الضحية اللي معاهم هي بنت عندها من 20 ل 25 سنة. بس رغم التحقيقات الكتير اللي حصلت في القضية دي إلا ان الشرطة فضلوا مش عارفين هي مين البنت دي ومين اللي عمل فيها كده. الشرطة لاحظوا ان الطريقة اللي استخدمها المجرم في الجريمة دي بتشبه لحد كبير الطريقة اللي استخدمها المجرم في الجريمة اللي حصلت في الفندق واللي هم بيحققوا فيها في الوقت الحالي. عشان كده كل اللي الشرطة فكروا فيه ان المجرم في القضيتين دول هو نفس الشخص. عدى 3 أيام من التحقيقات ولسه الشرطة ما وصلوش لهوية الضحية اللي معاهم، وبدأوا يفكروا ان ممكن الجريمة دي تتقفل زي ما حصل في الجريمة اللي حصلت من 6 شهور لحد ما هيظهر دليل يبان انه صغير بس هيبقى مهم جدا في القضية. فاكرين المتعلقات الشخصية بتاعت الضحية اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة؟ الشرطة لاحظوا ان كيس الكاندي اللي كان موجود معاها كان عليه لزقة بتاعت سعر من مكتب تفتيش الأسعار في مدينة جونج تشانج، وده معناه ان احتمال كبير الضحية دي تكون عايشة في جونج تشانج. يعني الست دي سافرت مسافة 450 كيلو عشان تقابل المجرم. الشرطة كانوا بيقولوا ان لو فعلا الضحية سافرت المسافة دي كلها عشان تقابل المجرم يبقى اكيد استخدمت الاتوبيس اللي بيسافر المسافات الطويلة. وفعلا بدأوا يركزوا الجهود بتاعتهم عند محطات الاتوبيس في شانتو لحد ما شافوا لقطات لواحدة كانت لابسة تيشيرت لونه احمر
كانت عند مدخل المحطة بتاعت الأتوبيس الساعة 3:30 مساء. ولما راجعوا الأتوبيسات اللي جات من جانج تشانج في الوقت ده، لقوا إنه في أتوبيس كان واصل شانتو الساعة 3 مساء. الشرطة تواصلوا مع سواق الأتوبيس ده وعرضوا عليه صورة الضحية، وهو قال للشرطة إنه فاكر الست دي كويس جدا لأن هي كانت الشخص الوحيد اللي ركب الأتوبيس من جانج تشانج. وده أكد للشرطة إن فعلا الضحية سافرت المسافة دي كلها عشان تقابل المجرم. الشرطة في شانتو تواصلوا مع المحققين في جانج تشانج وسألوهم لو في عندهم أي حد متبلغ بفقدانه بنفس مواصفات الضحية اللي معاهم. وفعلا الشرطة لقوا بلاغ من واحد اسمه لي جوا، واللي زوجته مفقودة وزوجته كانت بنفس مواصفات الضحية اللي معاهم. الشرطة تواصلوا مع لي جوا وقال إن زوجته جانج جينج فين اللي عندها 30 سنة كانت بتشتغل في صالون للمساج، وأوقات كانت بتاخد شيفتات مسائية وبتبعد عن البيت ليومين ورا بعض. يوم 3 يوليو سنة 2012 جانج خرجت من البيت وقالت لزوجها إن عندها شيفت ليلي وهتغيب عن البيت لمدة يومين. عشان كده في أول يومين زوجها ما كانش قلقان عليها. بس يوم 5 يوليو لما زوجته ما رجعتش للبيت بدأ إنه يرن عليها كتير جدا، ولقى إن الموبايل بتاعها مقفول. ولما تواصل مع صالة المساج اللي هي بتشتغل فيها لقى المدير بتاعها بيقول إن زوجته أصلا ما وصلتش للشغل. عشان كده اتأكد إن في حاجة غلط وقرر إنه يكلم الشرطة يقول لهم على اللي حصل. الشرطة عرضوا على لي صور لقطات المراقبة وهو قدر بسهولة إنه يتعرف على زوجته، وده خلى الشرطة يسأله هو إيه اللي يخلي جينج فين تكذب على زوجها وتقول له إنها رايحة للشغل في حين إنها هتسافر 450 كيلو عشان تقابل شخص تاني. الشرطة اتكلموا مع لي وهو قال لهم إن هو وزوجته علاقتهم ببعض كويسة جدا وإنها مش على تواصل مع أي حد غيره وما تعرفش أصلا حد عايش في مدينة شانتو عشان تتواصل معاه. وحتى لما الشرطة عرضوا عليه صورة الشخص اللي كان مع زوجته في كاميرات المراقبة ما قدرش لا هو ولا أي حد من أفراد عيلته إنه يتعرف عليه. عشان كده الشرطة بدأوا يدوروا في سجلات الهاتف بتاع جينج فين ولقوا إن في رقم بتكلمه كتير جدا، والرقم ده كان من مدينة شانتو. لقوا كمان إنها اتصلت بالرقم ده الساعة 53 دقيقة مساء لما كانت موجودة في مدينة شانتو، ودي كانت آخر مكالمة ليها قبل موتها. الشرطة حاولوا إنهم يحددوا صاحب الرقم ده بس للأسف ما قدروش إنهم يعملوا كده، وكل اللي عرفوه إن صاحب الرقم ده اشتراه من شانتو بس كان بيستخدم الرقم ده أكتر في مدينة مجاورة ليهم اسمها جاي يانج. الشرطة اتجهوا على طول ناحية جاي يانج وبدأوا يعرضوا صورة المشتبه فيه على كل السكان المحليين الموجودين في المدينة، وعشان يخلوا الناس يساعدوهم ويساعدوهم بشكل أكبر عملوا مكافأة كبيرة لأي حد يوصل الشرطة للشخص اللي موجود في الصورة. وفعلا يوم 7 يوليو في واحد من سكان المدينة تواصل مع الشرطة وقال لهم إنه يعرف واحد بنفس المواصفات اللي الشرطة بتقول عليها. الراجل ده هو زانج تشانغ فو واللي عنده 42 سنة. الشرطة لما بدأوا يدوروا في السجلات اللي عندهم لقوا إن يوم 15 سبتمبر سنة 1999 شيانج فو اتحكم عليه بالسجن لمدة 2 بتهمة السرقة، وخرج من السجن يوم 25 نوفمبر سنة 2000. سنة 2004 نقل هو وزوجته لشانتو لأن المنطقة دي كان فيها فرص عمل كتير وهيقدر إنه يلاقي وظيفة بسهولة. شيانج فو كان بيشتغل في مصنع طباعة بس بقاله 2 تقريبا كان عاطل عن العمل وبيشتغل بالدراجة النارية بتاعته في توصيل الناس عشان يقدر إنه يعيش. يوم 8 يوليو سنة 2012 الشرطة قبضوا على شيانج فو من بيته، وتحديدا بعد 5 أيام بس من اكتشاف راس الضحية في الفندق. الشرطة لما بدأوا يتكلموا مع شيانج فو اعترف بسهولة جدا إن هو اللي قتل جانج جينج فين. بس الشرطة لما بدأوا يتكلموا معاه ويسألوه عن الدافع بتاعه من الجريمة اللي حصلت قال لهم إنه عمل كده عشان يحقق العدالة. الموضوع كان غريب جدا بالنسبة للشرطة وطلبوا منه يوضح لهم أكتر يعني إيه عشان تحقق العدالة مضطر إنك تقتل واحدة. قال إنه سنة 2004 نقل هو وزوجته لشانتو عشان يبدأوا حياة جديدة، بس بعد فترة صغيرة اكتشف إن زوجته دخلت في علاقة مع رجل أعمال غني جدا وقررت إنها تسيبه ومش هترجع له مرة تانية. شيانج فو كان حاسس بالإحباط وما كانش عايز يروح الشغل وكان حاسس إن حياته ملهاش أي لازمة لحد ما اتعرف على واحدة تانية اسمها يي شاو ماي، وبعد فترة قليلة الاتنين بقوا أصدقاء. بس لما اعترف لها بحبه وعرض عليها إنهم يتجوزوا كانت مصرة إن الاتنين ما ينفعش يتجوزوا غير لما يشتري بيت، وطبعا بسبب صعوبة الطلب ده لأنه كان لسه موظف بسيط وما عندوش فلوس تخليه يشتري بيت قررت برضه إنها تسيبه. شيانج فو دخل في موجة تانية من الحزن، والمرة دي عشان يهرب من الواقع اللي هو فيه قرر إنه يتجه للمخدرات. في الفترة دي بدأ إنه يتعرف على بنات كتير من مواقع المعدة، وكل ما يتعرف على واحدة ويقول لها إن المرتب بتاعه من 2000 ل 3000 يوان
كانت على طول بتسيبه وتبطل انها تكلمه. عشان كده قرر انه يتعامل مع البنات اللي بيتعرف عليهم اونلاين وكأنه رجل اعمال غني جدا. ومن وقتها بدأت البنات هم اللي يجروا وراه ويحاولوا كمان انهم يتكلموا معاه. شيانج فو كان بيقول للمحققين سهل جدا وانت بتتكلم مع حد انك تعمل لنفسك شخصية وكأن انت مفيش ولا غلطة فيك، بس في نفس الوقت كان بيحتقر كل الستات اللي بتكلمه لانه كان شايف ان الستات دي مش بيهمها غير الفلوس وبس. عشان كده كان عايز يعلمهم درس ما ينسوهوش طول حياتهم. شانج فو بيقول انه اتعرف على جانج جينج فين اونلاين وقال لها انه رجل اعمال وعنده فلوس كتير جدا، وبمجرد ما عرفت كده كانت متحمسة جدا في الكلام معاه وما كانش عندها اي مانع انها تقابله. وفعلا يوم 3 يوليو سنة 2012 هما الاتنين اتقابلوا في شانتو، وهو اخدها للفندق وتحديدا في الغرفة رقم 306. تشانج فو بيقول انه كان مخطط انه لما الاتنين يروحوا مع بعض للفندق هيسرق كل الفلوس اللي معاها ويسيبها ويهرب، وبكده يبقى علمها درس مش هتنساه طول حياتها. بس لما حاول يعمل كده جانج فين دفعت عن نفسها وضربته بقوة، عشان كده كان خايف جدا وقرر انه يخنقها بالحبل الاحمر اللي كان موجود معاه لحد لما ماتت. تشانج فو كان بيبرر الجريمة اللي عملها بان الست اللي هو قتلها دي كانت خاينة لزوجها وكانت مستعدة تعمل اي حاجة عشان الفلوس. الشرطة سألوه عن الجثة اللي من غير راس واللي لقوها في النهر، بس هو نفى اي تورط ليه في الجريمة وقال ان اول مرة يسمع عنها. الشرطة كمان عرفوا من التحقيقات اللي عملوها ان جانج فين ما كانتش هي الضحية الوحيدة للمجرم، لان الشرطة لما بدأوا يدوروا في الأوضة اللي المجرم مأجرها اكتشفوا الكمبيوتر بتاعه واللي كان عليه 8 حسابات مزيفة بيكلم بيهم الستات على انه رجل اعمال، وكان عنده على الكمبيوتر ده حوالي 3000 جهة اتصال معظمهم كانوا ستات. لقوا كمان لابتوب تاني كان موجود في الأوضة وكان فيه صورة ليه مع واحدة، وواضح ان الواحدة دي كانت صاحبة اللابتوب لان كان ليها صور كتير جدا على اللاب ده. لقوا كمان موبايلين ل2 ستات وساعتين نسائية، والحاجات دي ما كانتش بتاعت جينج فين ولا حتى بتاعت الست اللي ظهرت على اللابتوب، يعني الحاجات دي بتاعت 2 ستات تانيين اصلا. لقوا كمان في الدولاب بتاعه ملابس نسائية كتير جدا رغم انه اصلا كان عايش لوحده، يعني الملابس دي لستات اكيد هو قابلهم وسرق الحاجات دي منهم. الشرطة لما تواصلوا معاه للمرة التانية وواجهوه بكل الادلة اللي لقوها في الأوضة بتاعته كان هادي جدا في التحقيق ونفى انه يكون متورط في اي جريمة تانية. الشرطة قرروا انهم يراجعوا كل المحادثات بتاعت شيانج فو رغم ان الموضوع كان صعب جدا، بس لما عملوا كده لقوا ان في فعلا 5 ستات خططوا انهم يقابلوه. الشرطة كانوا شاكين ان جيانج فو ممكن يكون عمل اي حاجة وحشة في الستات دول، حتى لو ما قتلهمش ممكن يكون حاول انه يعتدي عليهم او حتى يسرقهم. الشرطة تواصلوا مع ال5 ستات دول ولقوا ان كلهم كانوا عايشين، بس في 3 منهم رفضوا انهم يتعاونوا مع الشرطة و2 بس هم اللي وافقوا يتكلموا مع الشرطة. ال2 اكدوا للشرطة ان جيانج فو فعلا اعتدى عليهم وسرق كل الفلوس اللي معاهم، وال2 قالوا انهم ما بلغوش الشرطة في الوقت ده لانهم كانوا خايفين من الفضيحة. اول واحدة في ال2 دول كانت ميس يانج، واللي يانج فو تواصل معاها يوم 8 مارس سنة 2012 بحجة انه عايز يستثمر فلوسه معاها، وفعلا الاتنين اتقابلوا مع بعض في مطعم. بس لما كانوا موجودين مع بعض قال لها انه عايز ياخد الدراجة النارية بتاعتها عشان يقابل واحد صاحبه. يانج فو اخد الدراجة النارية بتاعتها واللي قيمتها حوالي 4000 يوان وباعها ب 800 يوان بس. الضحية التانية كان اسمها ميس شين، واللي يانج فو استدرجها يوم 19 يونيو سنة 2012، والاتنين اتقابلوا مع بعض في فندق صغير موجود في مدينة شانتو، والمرة دي كان حاجز الغرفة رقم 303. وبمجرد ما وصل لهناك في اليوم ده حددها بالسكينة اللي معاه وربطها بحبل واعتدى عليها وضربها كتير جدا لدرجة انها كانت هتموت في ايده. شيانج فو كان بيسجل كل اللي بيعمله ده بالفيديو، وسرق اللابتوب بتاعها وموبايل وكاميرا كانت موجودة معاها والساعة بتاعتها وحوالي 200 يوان كانوا موجودين معاها. الشرطة لاحظوا في القضيتين دول ان المجرم كان بيستدرج الضحايا اللي معاه بحجة انه معاه فلوس كتير جدا وبعدين ياخدهم لفندق يسرق كل الفلوس اللي معاهم ويسيبهم ويمشي. بس لحد الوقت ده الشرطة قدروا انهم يثبتوا جريمة قتل واحدة بس ضد شيانج فو واللي هو اصلا اعترف بيها، بس لسه لحد دلوقتي الشرطة ما كانش عندهم اي تفسير هو ليه شيانج فو كان شاطر جدا في تقطيع الجثة. عشان كده الشرطة كانوا متأكدين بنسبة كبيرة ان الجثة اللي كانت من غير راس اللي مرمية في النهر ممكن تكون واحدة من الضحايا بتوعه حتى لو هو بينفي الموضوع ده. عشان كده الشرطة بدأوا يراجعوا سجلات الهاتف بتاعت شيانج فو على أمل إنهم يوصلوا من خلالها لأي دليل يوصلهم لأي ضحية جديدة، وفعلا ده اللي حصل، لأن الشرطة لقوا إن يوم 12 يونيو سنة 2012
شيانغ فو اتصل برقم معين أكتر من 10 مرات في يوم واحد بس، ولما لقوا إن كل المكالمات اللي بينه وبين الرقم ده اتقطعت يوم 12 يونيو بدأوا يتأكدوا إن في حاجة مش مظبوطة. الشرطة تتبعوا الرقم ده ولقوا إنه يخص واحدة اسمها هوانج لي فينج اللي عندها 46 سنة. ويوم 13 يونيو يعني بعد يوم واحد بس من قطع اتصاله بالرقم ده بنتها بلغت الشرطة باختفائها. الشرطة لما اتكلموا مع بنتها قالت إن أمها خرجت يوم 12 يونيو الصبح وقالت لها إنها هتقابل صديق ليها في مدينة جاي يينج لأنه هيقدم لها فرصة عمل كويسة. لي فينج سافرت لوحدها على دراجة نارية في اليوم ده، ومن وقتها ومحدش يعرف عنها أي حاجة، والموبايل بتاعها كان مقفول. الشرطة في الوقت الحالي تواصلوا مع بنت لي فينج وسألوها عن أي معلومات ممكن تساعدهم في الوصول لأمها. بنت لي فينج قالت للشرطة إن أمها مطلقة من مدة طويلة وبتحب تكلم رجالة أونلاين، بس بتكلمهم باسم مستعار واللي اسمه فانج باي باي. الشرطة راجعوا المحادثات بتاعت شيانغ فو ولقوا إنه فعلا تواصل مع واحدة اسمها فانج باي باي، وكان مفهمها إن عنده شركة خاصة بيه وهيشغلها في الشركة دي. الشرطة المرة دي لما واجهوه بالمعلومات دي لاحظوا إنه كان كل شوية بيشرب مية في محاولة منه إنه يقلل التوتر اللي هو فيه، عشان كده قرروا إنهم يضغطوا عليه أكتر وواجهوه بسجل المكالمات اللي بينه وبين الضحية وبين الرسائل الكتير اللي كانت موجودة بينهم. وبعد أكتر من ساعة من الاستجواب والضغط المتواصل بتاع الشرطة، شيانغ فو اعترف أخيرا إن هو اللي قتل لي فينج اللي مختفية بقالها أكتر من شهر. الشرطة لما سألوه عن تفاصيل الجريمة قال إن لي فينج كانت بتدور على شغل، عشان كده عرفها على إنه رجل أعمال غني وعنده شركة كبيرة وممكن يوظفها. قال لها كمان إنها لو قابلته وحصل بينهم علاقة هيديها وظيفة كويسة جدا في واحدة من شركاته، وهي طبعا وافقت. شيانغ فو بيقول إنه لما شافها لقى إنها جميلة جدا رغم إنها كانت أكبر منه في السن، عشان كده كان عايز يقول لها حقيقته ويحاول إنه يرتبط بيها. بس أول لما عرفت إنه بيضحك عليها وإن مفيش أي وظيفة ولا حاجة اتعصبت عليه جدا، والاتنين بدأ يحصل بينهم خناقة قوية. وعشان يمنعها من إنها تعمل له أي مشكلة قرر إنه يخرج الحبل اللي دايما بيبقى موجود معاه وخنقها بالحبل ده لحد لما ماتت. بعد كده قطع الجثة بتاعتها وتخلص منها. دلوقتي الشرطة أخذوا اعتراف من شيانغ فو إن هو مسؤول عن جريمتين قتل، بس برضو لحد دلوقتي الشرطة كانوا شاكين إن هو اللي قتل الجثة اللي كانت مرمية في النهر واللي لقوا البقايا بتاعتها في ديسمبر سنة 2011. عشان كده الشرطة بعتوا 3 من المحققين لمسرح الجريمة عشان يعرفوا معلومات أكتر عن القضية ويلاقوا أي حاجة تربط شيانغ فو بالجريمة اللي حصلت. بس رغم كل الجهود اللي الشرطة عملتها إلا إن ما كانش فيه أي دليل مباشر بيربطه بالجريمة. عشان كده المحققين قرروا إنهم يستخدموا أسلوب جديد في استجواب شيانغ فو، والطريقة دي إنهم يحسسوا شيانغ فو إن مش هو السبب في الجريمة اللي حصلت، وإن نشأته والطفولة بتاعته والمجتمع اللي هو عايش فيه هم السبب إن هو يرتكب الجريمة دي. وفعلا الطريقة دي كانت ناجحة جدا وكانت سبب في إن شيانغ فو يسجل فيديو كرسالة لعيلته ويقول لهم فيها أنا آسف إن كنت سبب في إحباطكم وإني فشلت فشل ذريع. وبمجرد ما بعت الرسالة دي لعيلته اعترف على طول للشرطة إن الجثة اللي من غير راس واللي مرمية في النهر هو فعلا اللي قتلها. قال لهم كمان إن الضحية دي ما كانش اتعرف عليها أونلاين زي باقي الضحايا، لأن الضحية دي كانت صديقته السابقة يي شاو ماي. شيانغ فو بيقول إن يوم 3 ديسمبر سنة 2011 صديقته قالت له إنها هتسيبه ومش هترجع له مرة تانية لأن ما عندوش بيت. الموضوع ده كان مضايقه جدا، وهو أصلا كان عنده مشاكل نفسية من وقت ما مراته الأولى سابته، وكان شايف إن كل الناس بتسيبه لأن مش معاه فلوس. عشان كده قرر إنه يقتلها وخنقها فعلا لحد لما ماتت. بعد كده قطع الجثة بتاعتها وتخلص منها في النهر. بعد الاعتراف ده الشرطة تواصلوا مع عيلة شاو ماي عشان ياخدوا من أي حد فيهم عينة حمض نووي ويقارنوها بالحمض النووي للجثة اللي معاهم، وفعلا النتائج وضحت إن الجثة دي كانت جثة شاو ماي. خلال التحقيقات شيانغ فو كان دايما بيوضح للشرطة إن الدافع بتاعه من كل الجرائم اللي عملها هو تحقيق العدالة. دايما كان بيقول للمحققين اللي يسمع عن الجرائم دي ممكن يشوف إني بخدع الناس عشان الحب والفلوس، بس ده مش حقيقي. أنا لما عملت كل ده كنت عايز أعلمهم درس وأعرفهم إن الفلوس مش كل حاجة والمفروض ما يتغروش بيها. بدأت محاكمة شيانغ فو يوم 31 مارس سنة 2014، والمحكمة شافت إنه مذنب بتهمة السرقة والاعتداء والقتل واتحكم عليه بالإعدام وتم مصادرة كل أملاكه. شيانغ فو استأنف على الحكم، بس الاستئناف بتاعه اترفض واتنفذ عليه حكم الإعدام رميا بالرصاص في مارس سنة 2017. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة،
وكنت عايز أعرف رأيكم في القضية كلها عامة، وفي الدافع بتاع المجرم من الجريمة، ورأيكم كمان في الحكم اللي هو أخده. لو عجبتك القضية ما تنساش لايك الفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.